اهلا بيك في مصر المحروسه. بقول لك ما عندناش خلاص، ما عندناش فلوس. عاوزة ايه من الفن؟ هل الشهرة؟ هل النجاح؟ تحية شهداء ثورة 25 يناير. أنا أدعو الشعراء جميعا إلى محبة الشعب. الثوره في اسكندريه الميزه اللي كانت فيها ان احنا ما كانش عندنا نقطه تمركز، يعني القاهره كان فيه ميدان التحرير. ميدان التحرير اعظم شيء حصل لينا كرمز للثوره. احنا في اسكندريه عندنا الطرق كلها رمز للثوره، وده خلى انه اعداد الناس مش اللي بيجي ميدان التحرير هو الشخص اللي مؤمن 100% انه بالثوره وقادر انه يستوعب طلباتها. اللي حصل في اسكندريه بالعكس، ان انت كنت بتوصل لكل بيت. احنا كنا بنعمل مجموعات من المسيرات طويله بتخلي ان الناس تشوف انه مطالب الثوره هي مطالبنا كلنا، انه يعني الناس اللي قامت بشرارة الثوره بشكل او باخر هم مش ناس نازلين من السماء، كل الناس شاركت. يوم 25 احنا كنا نازلين، مش عارفه حتى لا كانش عندنا اي توقع انه هيبقى اعدادنا كبيره. كنا متوقعين انه على الاقل هنبقى زي ايام مظاهرات خالد سعيد، قلنا يعني لو ربنا كرمنا هنبقى 10000 واحد وهيبقى شيء عظيم. في ناس اصلا يعني كان في ناس مقررين ان هم ما ينزلوش عشان ما يحبطوش، وكانت كل رسائلنا ان يا جماعه مش مشكله ولو ما نجحناش المره دي احنا لازم نبقى مستمرين. الشعب فاجئنا بشكل مرعب، وفي الوقت اللي النشط السياسيين كانوا بيهتفوا فيه بطلبات زي تغيير او اعاده هيكله الداخليه او تغيير الضباط، الشعب راح هو اللي هتف يسقط حسني مبارك. احنا يعني ما حدش كانوا دايما سابقين بخطوه. على مدار الايام في اسكندريه المسيرات كانت يجب ان تتطور. كان في افكار يمكن يعني الوقت ما سمحلناش، يعني رحيل مبارك المبكر الواحد كان متخيل انه هيبقى اكثر عندا، بس واضح انه المؤسسه العسكريه قررت انها تضحي بيها عشان هي تستمر يعني. فاحنا كنا متوقعين انه يستمر شويه كمان. فكان عندنا خطه، يعني كان في خطط مطوله، منها مثلا انه يوم 11 فبراير كان هيتم اعلان استقلال الاسكندريه بالفعل، وكان دي كانت من الاقتراحات اللي موجوده، انه انت متخيل انه انت شرعيتك بتستمدها من ما خارج ميدان التحرير، فاحنا بنقول لك انه لا، انت مرفوض تماما من كل اماكن في مصر، واحنا يستطيع الشعب انه يمشي نفسه بنفسه، مش محتاجين اي حاجه ثانيه. كان هيبقى في مجموعه مسيرات طويله من اسكندريه للقاهره تمر عبر الطريق الزراعي علشان نتكلم مع مجموعات من الفلاحين ونبين لهم ايه اهداف الثوره، لانه في فعليا ثوره بشكل او باخر كانت متمركزه اغلبها في المدن الكبرى، لكن اماكن اكثر تهميشا ما وصلناش الموضوع ده، وده حاجه احنا لازم نبص لها دلوقتي في اطار ان الثوره لسه مستمره، في اطار ان احنا ازاي نقدر نوصل للناس، ازاي نبتدي نخلق اليات للتعامل مع الناس اللي في مناطق نائيه، اللي هم في الاول وفي الاخر الاكثر احتياجا للاحساس بان في ثوره قامت. انا مش شاطره في الكلام، مش بعرف اتكلم كتير، مش محتاجه اتكلم كتير، بس انا بس كنت حابه اركز على فكره انه موضوع ان الثوره كان ليها يعني ميادين تحرير مختلفه، مش ميدان تحرير واحد. انه مثلا لولا ابطال السويس احنا ما كانتش الثوره دي هتستمر، يعني ليهم كامل الشكر والتقدير. لولا ابطال الاربعين حاليا ما كانتش الثوره دي هيبقى ليها اي قيمه، ولا مع كل احترامي ولا في ميدان التحرير ولا في اسكندريه ولا في اي حاجه. لولا استمرارهم ومقاومتهم كان الوضع هيبقى مختلف. انه كمان الثوره مش بس ان احنا يعني مش الاطاحه براس النظام، لان في رايي ان مبارك ما كانش راس النظام. احنا بنعاني من نظام عسكري من سنه 52 متواجد بيغير اشكاله بشكل او باخر، لكن احنا يجب ان نستمر الى النهايه علشان يبقى عندنا بجد دوله مدنيه، دوله تحترم الحريات، دوله فيها تتقبل كمان التعدد.
العبوديه الثقافيه والحزبيه والدينيه، كل انواع العبوديات. وفي رايي ده محتاج مننا ان احنا ننقل معاركنا في المرحله الجايه مش بس خناقات عن دستور وبرلمان يعني وشورى وشعب، محتاجين كمان نبتدي ننقل معاركنا لقضايا تمس الناس، قضايا اجتماعيه تخليهم يشاركوا اكتر. دلوقتي احنا في الوقت اللي فيه مسيرات مثلا في القاهره قويه جدا، احنا في اسكندريه امبارح شايفين 4 اضرابات، النهارده وانا جايه اضرابين، غير المسيرات بتاعت النشط السياسيين، بس الناس بقت قادره انها تربط مطالبها الاجتماعيه بان الثوره دي لازم تترجم لشيء، لازم يبقى في اعاده توزيع للثروات من اول وجديد، لازم يبقى في رؤيه للفقراء بشكل او باخر، لان هو ده بشكل حقيقي هيعمل نهضه لمصر. احنا عمرنا ما هنحس بنتاج الثوره ولا هنحس ان البلد اتغيرت الا اذا كان في عداله اجتماعيه تسمح للجميع ان يبقى في حاله من الثقافه والتعليم تخلي انه على الاقل في ندوه مثلا زي دي الاعداد تبقى اكبر، انه الناس اللي بتيجي معرض الكتاب تبقى اعدادها اكبر. ده اللي هيحافظ على مصر. ده مش هيحصل عن طريق دعايه فوقيه، ده هيحصل عن طريق مباشر حصر محاولات تحقيق العداله الاجتماعيه. شكرا. أشكر الأستاذة مهنور المصري من الإسكندرية على شهادتها المختصرة المكثفة التي تحدثت فيها عن الإسكندرية وعن الثورة هناك. كان أحد السائلين يسأل كيف نسد الفجوة بين بدو سيناء والقاهرة. أستاذ حسونة لي إجابة على هذا السؤال. أعتقد بداية ليس هناك فجوة، ولكن أود توجيه شيء أننا في سيناء يحكمنا قانون العرف، وهذا القانون يمتد إلى أعماق التاريخ، وتم تحديثه بظهور الإسلام ووضعت بعض الأحكام التي تناسب الشريعة الإسلامية. بنجد أن في هذا القانون هناك كل الأحكام متاحة أن يغادر المكان، أن لا يدخل مكان معين، أن وكل الغرامات متاحة ما عدا موضوع السجن، حيث نجد أن هناك قضية أو يعني إحدى القضايا إذا طرحت على القانون الوضعي قد يأخذ الجاني أسبوع أو شهر حبس، لكن في قانون العرفي السائد في سيناء قد يتكلف الأمر أكثر من 100,000 جنيه. إذا من هذا المقياس نجد أن هناك أهمية للحرية، أهمية خاصة للحرية في شمال سيناء بهذا المقابل الذي أدفعه مقابل شهر أو أسبوع حبس أو يوم حبس حتى الذي أغرمه. إذا هناك مفهوم خاص للحرية وقيمة حقيقية للحرية تتمثل لدى هذا الشعب. حتى هذا القانون بيختلف سواء مع القانون السابق القانون العرفي أو ما طرأ أخيرا من وجود بعض الجماعات في سيناء وحاولوا أن إعلان سيناء إمارة إسلامية، حتى في نقاش هذا حقيقي مباشر حقيقي هذا حقيقي فعلا، ولكن يمكن لا أزايد على القوات المسلحة أنها أرادت أن لا يكون هناك حرب أهلية في سيناء، وإلا فأهل مدينة العريش أو القبائل كفيلة بحماية كل منشأة وحماية كل مكان في داخل سيناء، لكن تم هذا القرار. حتى حقيقة أن عدم تطابقها مع الشرع. هناك قصة في التاريخ نذكرها عندما قال الشاعر: يد ب5 مئين عسجد وديا، يعني اليد دي ليتها 500 جنيه ذهب، يد ب5 مئين عسجد وديا، ما بالها قطعت في ربع دينار، يعني سرى ربع دينار على قائله. تمام. تحكم ما لنا الا السكوت له ونستعيذ بمولانا من النار. عندما وصل هذا البيت الى القاضي وكان شاعرا ورد عليه ببيت واحد وهو: عز الكرامة أغلاها، أي جعلها غالية. قال: عز الكرامة أغلاها وأرخصها ذل المهانة تفهم حكمة البال. من هذا البيت أو هذا الحدث التاريخي يعني أسترشد بشيء أنه لا يخالف الشريعة الإسلامية عندما يقوم السارق بسرقة شيء ما، خلافا عن رد هذا الشيء المسروق. هناك غرامة بتقع على السارق لا تقل عن يعني أحيانا بتصل إلى 500,000 جنيه بتقع على هذا السارق. في هذه الحالة هو يدفع دية يده، في قانون هو يدفع دية يده. فهناك الغرض من القانون أن هناك قانون عرفي سائد يحكم هذا البلد.
لن يتقبل هذا البدوي القائم أي قانون تأتي وتطرحه وتفرضه عليه أيا كان. إذا عندما تحاول فرض هذا القانون فأنت آخر، تمثل آخر. إذا يجب أن نتفهم هذه الثقافة أو متن الثقافة السيناوية بشكل حقيقي، ونتعامل مع هامش هذه الثقافة في المتغير المعرفي فقط لا أكثر، إنما نطرح هذه الثقافة كما هي. وأود تفضل حاكم من شخصية كنا نعرف أن الأبجدية السينائية أو لا نعرف أو يتم التجاهل حتى أن الأبجدية السينائية هي أقدم أبجديات العالم. نقول أنه يمكن أن يقول كلمة عابرة ظن البعض المستمعين إليها أنها مزحة، لكنني قلت أنني أتمنى أن أهدم أو أرضم قناة السويس لا لشيء، وإنما هو ردم وهمي يعني، وإنما للتواصل بين بدو سيناء وأهل القاهرة. نود أن نشعر بدفء النيل وتراب أرض مصر الغالية وقومها يأتي ليزرع الصحراء. وإذا كنا في سيناء نحب ذلك فإن هناك من أحب سيناء أكثر مني بكثير، وهو للمصادفة الجميلة جالس بيننا الدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة. وحقيقة الدكتور عماد أبو غازي هو عاشق لسيناء، وكم قابلنا في أكثر من لقاء وفي مؤتمر، ووعد في الفترة القصيرة التي قضاها في الوزارة بالكثير لسيناء وحقق، والآن يتحقق أيضا بعض، وكل ما طرحه من أجل سيناء. وإن شاء الله سيتم عمل جهاز لتنمية سيناء ومشروع سيناء الثقافي الذي أزعم أن الدكتور عماد كانت له توجيهات. تبقى في النهاية أن نقول سيناء حب في فؤادي خالد، لو بادت الأيام ليس بيد. نحن إذ انحزت أنا في المنصة إلى جانب سيناء لأني سيناوي، إلى أنني أنحاز إلى ساحل البحر المتوسط الذي يصل ما بين سيناء والإسكندرية، عروس البحر. وكما قال الشاعر البدوي ممازحا بين الإسكندرية: مرحبا يا مرحبا يا بكر يا شمالية، صفي قدمك صفي صفة الجمحة الدبية، بكرة لك على هلكي كمنهم يدوك ليا، يا بكر يا اللي صباحك زي اللبن زفير في اسكندرية. في النهاية لا نجد أفضل وأسمى من الحب الذي جمع كل عشاق سيناء هذه الليلة في هذا المكان. بالأمس قابلته أمام قاعة الاستثمار، واليوم أراه جالسا أيضا بيننا كشمس ساطعة بين قمر يجلس بجانبه. إنه الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب، ومرحبا به. وكم وللأمانة والله أنا لا أنافق أن الدكتور عماد أبو غازي والدكتور أحمد مجاهد جاء الدكتور أحمد مجاهد إلى سيناء، وكم أحب الدكتور أحمد مجاهد سيناء، والله ونحن لا ننافق أحد. كم أتمنى من كل قلبي، واللي يزعل يزعل واللي ما يزعلش ما يزعلش، أن يتولى أمر وزارة الثقافة في المرحلة الجاية الدكتور أحمد